عارف الناس اللي دايما تقولك انا اختياراتي كلها غلط وانا ما بتعلمش من غلطاتي، كأنها حكمت على نفسها بحاجة هي ملهاش سلطة عليها، عشان تدي نفسها المبرر لما تقع في الغلطة هي مرة واتنين وتلاتة، تقول انا ليه بيحصل لي كده ومتبقاش فاهمة ايه السبب، بالرغم ان هي بيكون ليها كل السلطة على نفسها وعلى اختياراتها. بس عارف احنا ليه بنكرر نفس الغلطة؟ لان علميا في حاجه اسمها repetitive compulsion، وده معناها ان انت لو مريت بتجربه مؤلمه بتحاول ان انت ترجع لنفس التجربه دي، ولو معرفتش بتدور على حاجه شبهها بالظبط تديلك نفس الالم والوجع ده. هو في حاجه اسمها ان حد يحب يتوجع او يتألم تاني؟ هو ايه اللي انت بتقوليه ده؟ لا صدقني فيه. لان اللي بيعمل كده بيبقى في تفكيره فيه 3 احتمالات. اول احتمال ان في التجربة اللي هو كان مر بيها كان شخص مظلوم مقهور، فالمرة دي بقى هو هيلبس قناع الظالم علشان يرد كل اللي حصل فيه، وهو متخيل ان هو كده هيرتاح او هو كده لقى حل للمشكلة اللي هو بيمر بيها. على فكرة هو بيبقى متخيل ان هو بيعمل كده عشان يرد للي قدامه الحاجة اللي اتعملت فيه، حتى لو اللي قدامه ده كان شخص تاني. تاني حاجة، وانا عارفة ان انتوا تستغربوها بس صدقني بتكون سبب واحنا منبقاش واخدين بالنا ان هي سبب، ان هو بيبقى عايز يعيش دور المظلوم برضو. بس المرة دي انا باختياري بارادتي انا عايز اكون مظلوم، انا محدش غصبني على كده، انا ليا الحرية المطلقة ان انا اعيش دور المظلوم ده. في ناس بتحب تعيش ده حتى لو هي مش واخدة بالها ان هي عايشة الدور ده، بس هي بتبقى عايشاه. تالت حاجة ودي بتكون النسبة الأكبر، إن أنت لما بتدخل في نفس التجربة تاني أو تجربة شبهها وكل العلامات بتقولك إن هي شبهها، أنت بتقول لنفسك لأ، أنا المرة دي هقدر أغير فيها حاجات، أنا المرة دي هخلي النتيجة مختلفة، بالرغم إن هي بتكون نفس التجربة ونفس كل حاجة أنت ماشي فيها. بس أنت عايز توهم نفسك إن أنت هتقدر تغير الحاجات اللي أنت معرفتش تغيرها قبل كده، حتى لو كل النتائج بتقولك إن أنت مش هتعرف تعمل حاجة زي كده. طب انت دلوقتي عرفت الثلاث احتمالات اللي بتخليك تعيد نفس الغلطة تاني وتعيد نفس التجربة المؤلمة تاني. طب ايه الحل؟ الحل كلمة بسيطة جدا، وهي ان انت تعرف قيمة نفسك. احنا ببساطة لما ما بنكونش عارفين قيمة نفسنا ما بنبقاش عارفين احنا بنستاهل ايه، بنخلي نفسنا تتوجع وتتألم ونخليها تعيد نفس التجربة تاني وتتوجع وتتألم تاني، كأن مش من حقها ان هي تفرح، كأن مش من حقها ان احنا نديلها قيمتها اللي المفروض نديها لها. احنا لما بنبقاش عارفين قيمة نفسنا او متخيلين ان احنا نستحق حاجة اقل، او مش احنا اللي نستحق الحاجة الكويسة او الحياة السعيدة، بنخلي نفسنا ندخل تجارب مؤلمة ونخلي ناس تعاملنا نفس التعامل السيء، على احساس ان احنا من جوانا ما نستاهلش اصلا غير ده. ويا بقى لو احنا معانا حد هو بيحسسنا كده فعلا، اللي هو لا ده انت اللي تستاهله، واحمد ربنا اصلا ان انا معاك او ان انا بتعامل معاك بالاسلوب ده، وتبدأ تقنع نفسك بالكلام اللي هو بيقوله لك وتصدق ان انت فعلا ملكش قيمة، بالرغم ان كل واحد فينا ليه قيمة وليه قيمة كبيرة كمان. بس احنا على حسب احنا شايفين نفسنا ايه فبنسمح للي قدامنا يعاملنا ازاي. انا عايزة بس اقولك ان مفيش حاجة اسمها انا بغلط نفس الغلطة واختياراتي كلها غلط ودي حاجة مش في ايدي. صدقني دي حاجة في ايدك، وخليك واثق ومتأكد اللي بيحبك وبجد عايز ما يخسركش مش هيعمل الحاجات اللي تخليك تحس ان انت قليل، او تخليك تحس ان انت قيمتك مش كبيرة، او تخليك تحس ان انت دايما مظلوم ومقهور. لو انت لقيت ان انت دايما مظلوم في العلاقة، دايما مش واخد حقك، اعرف ان في حاجة غلط ومحتاج تراجع نفسك. ما تخليش حد يأثر عليك او يفهمك ان انت حاجة قليلة، او ان انت تحمد ربنا اصلا على وجوده وان انت من غيره هتبقى ولا حاجة، لان صدقني هو بيبقى شخص غير سوي نفسيا وعايز يوصلك الحاجات دي علشان انت تبقى دايما محتاج له. اول ما تعرف قيمة نفسك وتقدرها بجد هتختصر غلطات كتيرة قوي ان انت تكررها. مش معنى كده ان انت مش هتغلط خالص في حياتك، بالعكس الغلطات هي اللي بتعلمنا، بس على الاقل هتبقى بتتعلم فعلا مش مجرد بتكرر غلطاتك وبس. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.